أنا عندي 45 سنة، وجوزي بقاله أكتر من 10 سنين شغال برا مصر، ومعايا منه بنت واحدة وخلاص على وش جواز. بس اللي خطيبها عمله معايا ما كنتش أتخيل إنه يحصل معايا في يوم من الأيام. قبل ما تسمع القصة اعمل إعجاب للفيديو واشترك في القناة. صاحبة القصة بتقول: أنا عايشة أنا وبنتي لوحدنا من ساعة ما جوزي سافر. هو كان شغال هنا في مصر في شركة كبيرة وليها فروع في دول عربية كتير، وعرضوا عليه إنه يسافر مقابل مرتب عالي أكتر من اللي بياخده في مصر. فجوزي وافق، مع إن أنا كنت معترضة، بس قال لي علشان أأمن مستقبلك ومستقبل بنتنا، وهم 2 بس وهرجع. وللأسف السنتين دول بقوا 10 سنين، وبنتي دلوقتي في آخر سنة في الجامعة وخلاص قربت تخلص. ولقيتها في يوم بتقولي: ماما أنا عاوزة أقولك على حاجة. قلت لها: خير يا حبيبتي، في إيه؟ قالت لي: في واحد زميلي في الكلية عاوز يتقدم لي. قلت لها: وماله يا حبيبتي، يشرف، بس أنا هكلم أبوكي الأول وأقول له. ورحت مكلمة جوزي، حكيت له على الموضوع، وقال لي إن زي ما انت عارفة إن أنا مش بنزل أجازات خالص، وصعب إن أنا سافر وارجع تاني. اتفقي مع الولد يجي هو وأهله، وأنا هكون معاكم على الموبايل نتكلم فيديو زي ما بكلمكم كل مرة. قلت له ماشي، واتفقنا على ميعاد، والشاب جه هو وأمه وأبوه، وكانوا ناس قمة في الأدب والاحترام. وقرينا الفاتحة، واتفقنا على خطوبة لمدة 2 بحيث يكونوا خلصوا دراستهم وشافوا الشقة بتاعتهم. وبعد شهر من الخطوبة لقيت بنتي جاية بتقولي إن خطيبي عاوزنا نخرج أنا وهو بالليل، وقال لي أستأذن منك. قلت لها: لأ، مش هينفع تخرجوا لوحدكم، وانتوا كده كده بتشوفوا بعض في الجامعة. قالت لي: يا ماما الجامعة حاجة، وإننا نخرج نروح أماكن جديدة حاجة تانية. قلت لها: بص يا بنتي، أنا مش هقدر أقولك ولا لأ إلا لما أسأل أبوكي. ولما سألت أبوها فعلا رفض، وأنا قلت لها: لو عاوزين تقعدوا مع بعض يبقى يجي يقعد معاكي هنا. قالت لي: يعني انتي ما عندكيش مشاكل إن هو يجي عندنا؟ قلت لها: بالعكس، يجي براحته. أول مرة جي فيها البيت عندنا كان جايب لبنتي شوكولاتة كبيرة جدا، وجايب لي أنا كمان واحدة زيها. وبقى كل ما يجيب حاجة لبنتي لازم يجيب لي حاجة زيها بالظبط، كأنه خطبنا إحنا الاتنين. لحد ما في يوم كلمته وقلت له: يا حبيبي، انت ليه بتكلف نفسك وتجيب لي حاجة أنا كمان؟ كفاية هي عليك. قال لي: انتوا الاتنين واحد يا ماما. أول ما قال لي يا ماما حسيت إن أنا اتضايقت. قلت له: ماما انت فاكرني كبيرة قوي كده؟ قال لي: خلاص يا طنط، حقك عليا. قلت له: طنط برضو؟ ماشي. المهم إن أنا لاحظت عليه إن هو شاب طيب وحنين قوي، وبصراحة كنت فرحانة لبنتي قوي. وبقى كل 2 ولا 3 يبعتلي على الواتس يطمن عليا ويقولي كلام حلو ما سمعتهوش من سنين، زي ازيك يا قمر، أو وحشني الأكل بتاعك، وإن شاء الله هجيلكوا قريب علشان أشوفك. بقيت كل يوم استنى رسايله ليا وكلامه معايا، لدرجة إني حسيت إن هو بقى يوحشني. معرفش الإحساس ده جالي إزاي، بس ده اللي حصل. وبقى لما يجي عندنا وافتح له باب الشقة وبنتي تكون بتعمل حاجة في أوضتها، أسلم عليه وأقربه مني علشان أحضنه. ولاحظت إن هو كمان بقى يحب كده مني، لحد ما في مرة كنت بكلمه على الواتس لحد ما قال لي حاجة ضايقتني قوي. قال لي: تعرفي لما باجي عندكم وبتسلمي عليا وبتاخديني في حضنك، بحس إن أنا في بيتنا
وإن حضنك زي حضن ماما بالظبط. ومن ساعتها بقيت واخدة عهد على نفسي إني أخليه يشوفني واحدة مختلفة خالص. وبدأت أعمل شعري، وأصلا ما كانش بيشوفني لما بيجي عندنا إلا وأنا لابسة طرحة. رحت قلعتها وبدأت أهتم بجسمي وعملت رجيم، وتقريبا بقيت في جسم بنتي بالظبط. وبقى كل مرة يجي يشوفني بشعري وبجسمي المشدود، لحد ما لقيته بيقولي أنا بفكر أعمل حاجة بس ممكن تضايقك. قلت له إيه هي؟ قال لي أنا ممكن أفركش الخطوبة واخطبك انتي كل يوم بتبقي أحلى من الأول. قلت له هتخطب واحدة قد ماما؟ قال لي لأ ماما إيه بقى، انتي بقيتي حاجة تانية. وبقيت أتضايق لما لاقيه قاعد مع بنتي وقت طويل، بقيت أحس بريرة منها، وبقيت أتمنى إنه يقعد معايا زي ما بيقعد معاها. حسيت إن أنا حبيته، كأني رجعت لسن المراهقة تاني، وحاسة إني متعلقة بشاب ونفسي أشوفه كل شوية أو أكلمه. وبقى كل ما يجي عندنا بقيت أتعمد أخلي بنتي تنزل تجيب حاجة قبل ما يجي على طول، أو تعمل أي حاجة في أوضتها، علشان أنا اللي أفتح له وأسلم عليه واخده في حضني. وبما إنه ما بيعملش كده مع بنتي ومش بيحضنها، حسيت إن هو حابب يكون في حضني. ولما كنت حضناه قال لي تعرفي لو بنتك ما كانتش هتقول حاجة أنا كنت فضلت في حضنك الجميل ده اليوم كله. في الفترة دي كنت بكلم جوزي، ولقيته صدمني صدمة عمري لما عرفني إن هو اتجوز هناك، واتحجج بإن هو قاعد لوحده واتجوز واحدة بس علشان تخدمه وتشوف طلباته. حسيت ساعتها إني اتكسرت جامد، وقلت في بالي والله اللي أنا بعمله ده حلال فيه. وقلت إن أنا هعمل كل حاجة تضايقه وحس بيها إن أنا أخدت حقي منه بعد ما اتجوز عليا. ومن هنا بدأت علاقتي أنا وخطيب بنتي تتغير خالص، وحسيت إن هو كمان بيحبني وبيحب يكون قريب مني. بس أنا حبيت أتأكد الأول من كده، ورحت بعتاله رسالة على الواتس، قلت له عاوز أسألك سؤال. قال لي اتفضلي. قلت له أنا تقريبا سلمت عليك وحضنتك حوالي 6 مرات، اشمعنى في آخر مرة قلت لي لو بنتك ما كانتش هتقول حاجة كنت فضلت في حضنك اليوم كله؟ قال لي أنا خايفة أتكلم وأقول أي حاجة وفي الآخر تفسخوا الخطوبة. قلت له لأ ما تقلقش، أنا عاوزاك تقول كل حاجة جواك وتقولي أنت حاسس بإيه، ولما بتكون في حضني بتحس بإيه. قال لي أنا تقريبا بقيت آجي دلوقتي علشانك انتي. قلت له علشاني أنا إزاي؟ قال لي بقيت أحب أشوفك، وبصراحة بقيت أحب سلامك عليا قوي، بحب حضنك قوي على فكرة. ولما قلتلك المرة اللي فاتت إن نفسي أكون في حضنك اليوم كله، ده كان بجد، وكنت فعلا بتمنى كده من جمال الإحساس اللي كنت حاسه لما كنت حضنك، وبقيت أحس إنك كمان بتوحشيني. قلت له بوحشك إزاي وانت خاطب ومعاك واحدة؟ قال لي أنا خايفة أتكلم تفهميني غلط. قلت له لأ مش هفهمك غلط ولا حاجة. قال لي أنا شاب زي ما انت عارفة، ولما بكون معاكي بحس إن أنا عاوز أخدك في حضني، ومش هوضح أكتر من كده. وهو بيقول لي الكلام ده أنا قلبي كان بيدق جامد جدا، وما كنتش مصدقة إنه فعلا حاسس بكل ده بسببي. قلت له انت عارف إن بنتي ما تعرفش إن أنا بسلم عليك بالطريقة دي ولا بحضنك؟ قال لي طبعا عارف. قلت له اوعى تقول لها لحسن تعمل مشكلة بيني وبينها. قال لي لا طبعا عمري ما هعرفها حاجة زي كده. وفضلت علاقتنا حلوة كده ببعض لحد ما اتجوز بنتي. وبعد أول شهر جواز بنتي بقت حامل، وطلب مني
إن أنا آجي عندهم علشان أساعد بنتي، علشان الدكتور طلب منها إنها ما تعملش أي مجهود خالص وتكون على السرير ومرتاحة طول الوقت. رحت مجهزة شنطة هدومي علشان هقعد عندهم لحد ما اطمن على بنتي وتبقى كويسة، وبقيت أروق الشقة وأعمل لهم الغدا لحد ما هو يرجع من الشغل بتاعه الساعة 7 بالليل. وطبعا هو في فترة الحمل ولما كنت موجودة معاهم ما كانش بينام في أوضة النوم مع بنتي، وكان بينام بره. وقلت له ليه مش بتنام جنبها؟ قال لي يعني علشان لو انت حابة تدخلي تنامي جنبها ولا حاجة. قلت له لا، أنا بحب أنام بره. قال لي وأنا كمان ما بحبش جو أوضة النوم، وكمان عشان تنام براحتها. وبنتي بقت معظم الوقت نايمة على السرير وأنا وجوزها بنكون بره، لحد ما كنا قاعدين أنا وهو وبنتكلم وبقول له فاكر لما كنت بتيجي البيت عندنا؟ قال لي وهي دي أيام تتنسي؟ قلت له طيب إيه أكتر حاجة فاكرها؟ قال لي أنتي طبعا، ولما كنت بتسلمي عليا بشوق كنت بحس إني أهم واحد في الدنيا. قلت له ما أنت فعلا أهم واحد في الدنيا. قلت له تعرف إن حضنك وحشني قوي؟ قال لي وانتي كمان حضنك وحشني جدا. قلت له طيب روح بص عليها كده وشوفها نامت ولا لسه. راح بص عليها ورجع قال لي نامت. رحت قايمة وداخلين أنا وهو أوضة الأطفال، وراح واخدني في حضنه جامد، بس المرة دي طولنا قوي في الحضن وبدأت أبوس فيه بكل قوتي من كتر ما هو كان وحشني، لحد ما حسيت إن جسمي سخن جدا، لأن هو كمان فضل يبوس فيا، وبقى كل شوية يروح في أوضة النوم يبص عليها ويشوفها نايمة ولا لأ، ويرجع لي نكمل. لقيته بيقول لي انتي غير بنتك خالص. قلت له ازاي يعني؟ قال لي بنتك بحس انها هادية خالص كده وانا معاها، وانا ما بحبش النوع ده، انما انتي مختلفة خالص عنها. وفضلنا طول الليل واقفين في الأوضة مقضيينها أحضان وبوس، وبقينا نعمل مع بعض كده كل يوم وبنتي نايمة. وهو كان أطول مني وكان مهتم بجسمه جدا، وكان بيروح جيم، فكان بيخليني زي حتة الملبن في إيده، وفعلا ما بكونش قادرة وعلى أفري. ولما جيت حطيت إيدي عليه وهو بيبوسني ما كنتش مصدقة حجمه، وبقيت أتمنى إننا ننام سوا لأني هتجنن عليه ونفسي أجربه. بس في نفس الوقت خايفة بنتي تصحى في أي وقت أو تشوفنا وإحنا كده، لحد ما جت في دماغي فكرة إن هو ياخد يوم أجازة من الشغل بتاعه، وأنا أقول لبنتي إن أنا هروح أجيب حاجات من شقتي، وبدل ما هو يروح الشغل بتاعه لأ يروح على الشقة بتاعتي. وفعلا بقينا نتقابل في شقتي، وما كنتش متخيلة إن هو جامد بالطريقة دي. وبما إني واحدة محرومة من الحاجات دي بقالي 10 سنين، حسيت إني أول مرة في حياتي أحس بيها، خصوصا منه لأنه كان بيتعامل معايا بقوة شديدة جدا. كنت بحس إني خلاص هصوت، بس كان بيحط إيده على بقي ويكمل عليا، لأني فعلا مش قادرة استحمل أو أعيش من غير راجل كل السنين دي. ولما بقعد مع نفسي وأقول اشمعنى أنا بعمل كده معاه هو، ليه مش مع أي واحد تاني؟ فكنت بقول لنفسي إن هو ده الراجل الوحيد اللي دخل بيتنا بعد جوزي، وحبيت حنيته عليا. والموضوع بدأ بإعجاب وحب في الأول، لحد ما بقيت بحتاج له وما أقدرش استغنى عنه أبدا. أنا في صراع مع نفسي بسبب الموضوع ده، وبحاول كتير أبطل اللي بعمله معاه، بس بلاقي نفسي غصب عني أنا اللي بطلب إن هو يجيلي. كل ما أحس إن هو وحشني أنا حاسة إن هو فعلا متجوزنا إحنا الاتنين، لأنه تقريبا
بيجيلي دلوقتي يوم في الأسبوع تقريبا، يقعد معايا 2 أو 3، وبعد ما نخلص يروح بيته. فعلا الوحدة والحرمان أوحش حاجة ممكن واحدة تعيشها في الدنيا، وهي اللي خلتني أوصل للمرحلة اللي أنا فيها دي. وأنا مش بلوم على جوز بنتي في حاجة، لأن أنا اللي خليته يعمل كده معايا، وكنت عارفة إن هو مش هيقدر يقاوم الحاجات اللي هعملها معاه، لأنه أول مرة يشوفها أو يحسها في حياته، وده اللي خلاه متعلق بيا وحابب الموضوع ده معايا، لدرجة إن بقى هو اللي بيتصل بيا علشان يقولي هجيلك إمتى، من كتر ما هو بقى متعلق بيا. أنا مش عارفة العلاقة دي آخرتها إيه، وتعبانة جدا، واللي بعمله ده فعلا فعلا غصب عني، بعد ما حاولت كتير قوي إن أنا بطل، بس فعلا مش قادرة. أرجوكم تساعدوني بدون تجريح فيا، لأن أنا فعلا مش مستحملة. اللي عنده نصيحة ليا تخليني أبطل اللي بعمله وفعلا أرتاح نفسيا بعد ما بطل ومرجعش تاني للموضوع ده، ياريت يكتبها في التعليقات ضروري، وأنا هقرأ كل تعليقاتكم بنفسي. دي رسالة اتبعتت لنا على رسائل صفحة الفيسبوك. لو عندك مشكلة أو قصة ومحتاج تعرف آراء الناس فيها، ابعتها لنا وإحنا هنعرضها.